اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل سنه وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان لو فاقدين ولا مفقودين. وحشتوني كتير 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 والله العظيم، بحبكم كلكم. بشكر كل واحد بيعلقلي في القناه حتى لو بكومنت بسيط. ربنا يجازيكم كل خير ويفرح قلوبكم زي ما بتفرحوني بتعليقكم دوت. وما تنسوش تحطوا اللايك في الفيديو لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تحطوا اللايك. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة اكلتنا كانت عبارة عن حاجة بسيطة قوي. قلنا نعمل مع بعض شوية رز بسمتي كده اصفر وشوية كفتة زي اللي احنا شفناهم في اول الفيديو. طبعا انا هنا عملت قبل كده شويه رز بسمتي، حمرت له بصلايه وطماطمايه ورجعت نزلت بقى بالتوابل والرز. فانا النهارده قلت اما اغير ما احطلوش بصل ولا طماطم. حطيت شويه زيت سخنتهم ونزلت عليهم ببهارات الكبسه، وعليها طبعا الليمون المجفف والكباب الصيني واللورة والقرفه. انا ما عنديش قرفه عيدان، رحت حاطه قرفه ناعمه، حاجه بسيطه كده برضو عشان ما بنحبش طعمها في الاكل. وحطينا اللهم صل على النبي وحبهان ولا بورق لورا ودي وبهارات الكبسه. حطيناها قلبناها شويه كده في معلقه الزبده او حبه الزيت المتوفر عندك، وغسلنا الرز البسمتي بتاعنا. وبعد كده هوت رحنا حاطينه على البهارات بعد ما حمصناها في معلقه الزبده او الزيت زي ما انت عايزه. نزلنا هنا بقى بالرز كده على البهارات، ونفضل نقلب بقى ونشوح كده لحد ما الرز ياخد معانا لون. وما تنسوش الكركم والكاري، نسيت اقول لكم ما تنسوش الكركم والكاري. معلقه كركم ومعلقه كاري مع البهارات الكبسه اللي احنا قلنا عليها. نديها بقى تقليبه كده وتشويحه كده الرز مع البهارات لحد ما نشم كده الرز كده ان هو اتشرب في البهارات وخد والطعم كده بالبهارات. نبتدي ننزل عليه بالملح والميه السخنه بتاعته. اهم حاجه اوعي تحطي ميه ساقعه، لا ميه سخنه. انا بفضل رز اصفر يعني رز بسمتي. انا ما بحبش اعمل الرز البلدي واحط له مثلا توابل الكبسه واعمله ان هو زيه زي الكبسه، لا. انا بصراحه ربنا بحب الكبسه تبقى رز بسمتي، ما بحبش اعملها بالرز المصري. طبعا الاكل اذواق، في ناس ممكن تقولك المتوفر عندي اعمله، مفيش مشكله. طبعا ربنا يعين كل واحد على حاله. الدنيا عماله تغلى والحاجه عماله تغلى، وربنا يعيننا يا رب كده ويهل علينا بقى شهر رمضان والدنيا تكون رخصت شويه وربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. طبعا انا بقالي كتير ما بعملش معاكم فيديوهات، بس سامحوني. طبعا الظروف مش مسامحه ان انا اطلع اعمل اي فيديو اليومين اللي فاتوا. طبعا كان عندنا امتحانات ودخلت رمضان وكان صيام بقى شعبان وكل سنه وانتم طيبين، ما كانش في وقت خالص ان انا اعمل اي حاجه. وامتحانات دي بالذات دي كارثه، يعني مدارس بقى وصحيان بدري وطول النهار بقى مدارس ودروس. يعني خلاص الواحد بجد على ما الدراسة بتخلص كأن احنا اللي بنمتحن بيتهد حيلنا. احنا هنا بصوا حطيت المية السخنة ورحت حاطه الملح. هنقلب بقى الحاجة دي كلها البهارات كلها بتاعتنا مع الرز، ونرجع نغطيه ونسيبه يتشرب كده مع نفسه. واول ما المية تتشرب مع الرز نوطي عليه خالص ويستوي مع نفسه على نار هادية. فقلنا على ما يستوي نعمل مع بعض شوية كفتة. شفتوا بقى انتوا طبعا شوية الرز البسمتي اول الفيديو كانوا شكلهم عامل ازاي؟ بجد شوية رز انا من جمالهم ملحقوش ان هم يبصوا، ملحقوش يبردوا، الحلة ملحقتش تقعد، اتاكلت هوا. بصوا شكله بقى بعد ما استوى، يعني هو مش استوى، هو كمان المية اتشربت. فانا رحت موطيه عليه سبته بقى مع نفسه كده. بصوا ولا معجن ولا مثلا واخد تسوية زيادة ولا مية زيادة ولا اي حاجة، الله اكبر عليه مظبوط. انا هنا بقى هنعمل شوية كفتة عبارة عن ايه بقى؟ نجيب بصلتين كده نفرمهم. بصوا المية بتاعت البصل بقول لكم اوعوا تعصروها، احنا عايزين المية بتاعت البصل دي. يعني بصلتين نفرمهم كويس قوي ونسيبهم بميتهم، ما تعصرهمش من المية، سيبيهم بميتهم.
هننزل عليهم بمعلقتين بابريكا كبار، علشان البابريكا بتخلي الكفتة كده تحمر وتديها لون، وتطعم كمان البصلاية وبتخليها طعمها جميل وفي منتهى الجميل. اهم حاجة البصلاية تسيبيها منقوعة شوية في البهارات اللي هي ايه، البابريكا، فلفل الاسود، البهارات الكفتة دي. ده كيس كده لقيته في السوبر ماركت مكتوب عليه بهارات كفتة، فروحت جايباه وحطاه برضو على البصلاية. سبت البصلاية بقى تتشرب في التوابل دي قد مثلا نص ساعة كده، ربع ساعة، مع الملح مع البهارات مع البابريكا مع الفلفل الاسود، ما تكتريش اكتر من كده. سيبيها بقى كده، دعكيها كده كويس في البهارات دي وسيبيها نص ساعة مثلا تتشرب في تطعم كده بالبهارات، هتديكي طعم في منتهى الجمال. بعد طبعا بقى ما هننقع البصلايه في البهارات نص ساعة، هنرجع الخطوة الجاية نعمل ايه بقى. هننزل عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة، بصلتين عليهم نص كيلو لحمة مفرومة، عليهم نص كوباية برغل، بس هي نفشت، انا نقعتها قد مثلا 10 دقايق ربع ساعة فنفشت شوية. نزلنا عليهم بنص كوباية برغل مع نص كيلو اللحمة المفرومة مع البصلتين. هنقلب بقى البرغل مع اللحمة المفرومة مع البصل مع البهارات تقليبة حلوة كده، هندعكها كلها كده في بعضها ونطعمهم كلهم من بعض. وهنرجع بقى، ما تنسوش اهم حاجة انا نسيت اقول لكم، ما تنسوش تحطوا معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر هيخليها هشة كده من جوه وهينفشها كده ويخليها في منتهى الجمال من جوه. وتحطي طبعا الملح بتاعك، اوعي تنسي الملح. بصوا بقى، انا طبعا ما عجبنيش ان انا اقلب بقى بالمعلقه، حسيت ان الحاجات مش هتعمل دمج كده في بعضيها، رحت راكنه المعلقه وقلت يلا بقى بايدينا بقى. مفيش احسن من انك تعملي كل حاجه بايدك. بصوا انا هنا بقى ايه، وقفت الفيديو كده ورحت راجعه بقى ايه، عملتها كلها خلطتها كده في بعضها ورجعت وريتها لكم اهي زي ما بوريها لكم كده. اصبحها بقى على معلقه كده، وهكون حاطه في الصينيه حبه زيت او معلقه زبده متوفر عندك. بص انا حسيت هنا ان الكفته مش عارفه ان انا املكها على المعلقه، ممكن تكون المعلقه رفيعه زياده عن اللزوم. رحت جايه قلت والله انا اللي انا مصبعاها بايدي بلا معلقه بلا نيله، رحت راميه المعلقه وقلت يلا. بصوا ده مصبعاها بايدي احسن من المعلقه والله. عايزين بقى نبدأ مع بعض كده نعمل تفريزات بقى لحاجات رمضان. نعمل بقى مع بعض شوية الفول المدمس، عايزين نعمل مع بعض حبة الزبادي كده، عايزين نعمل مع بعض جبنة. يعني اليومين الجايين ان شاء الله نعمل مع بعض حاجات حلوة بإذن الله. وما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وحتى لو الفيديو ما بيعجبكيش برضو ما تبخليش عليا باللايك. بصوا ده شكل الرز بقى بعد ما استوى. انا قناتي صغيرة وبسيطة وممكن تكون مثلا ما بتنيلش اعجابكم، بس ان شاء الله بكرة تكبر وتنول اعجابكم، ويوم ما هوصل بيكم. وربنا يبارك فيكم ويجازيكم بالخير. اللايك مش هيتعبكم في اي حاجة، بس انتي زي ما انا بقف وبعمل وبتعب في الفيديو مثلا عشان خاطر اصور حاجة زي كده، انتي ما تبخليش عليا باللايك. بصوا الرز عامل ازاي مفلفل ازاي، بصوا شكل الكفتة والله العظيم. بصوا منفوشة ازاي من البيكنج باودر كمان، مخليها هشة كده وجميلة ومستوية ده اطعم من بره، اطعم من كفتة الحيش، طعمها في منتهى الجمال، روعة روعة روعة. بصوا شكلها. وبالهنا والشفا على حبايب قلبي وكل اللي هيجربها من متابعيني وحبايب قلبي. اشوفكم على خير.